تعال اقول لك الخطوات البسيطه اللي هتعملها كل يوم في بدايه تشغيل ماكينه الفايبر ليزر. رقم 1، جسم الماكينه. ابدا يومك كل يوم بمسح جسم الماكينه من بره، وبص على درج التجميع وتاكد ان مفيش فيه رايش، وفي نفس الوقت بمسدس هواء هتمسح الجناب بتاعه الماكينه عشان كده تبقى اتخلصت من اي رايش على جسم الماكينه. رقم 2، الشيلر اللي هو نظام التبريد، وده بنعتبره رمانه الميزان بالنسبه للماكينه. ده اللي بيحافظ على مصدر الليزر من الانهيار بسبب درجه الحراره. اتاكد ان الميه كافيه وبص على التدريج ده، وكمان اتاكد ان مستوى الميه عالي وفي نفس الوقت درجه الحراره ما بين 22 و 25 درجه مئويه. استخدم دايما ميه مقطره عشان تمنع تكون الاملاح داخل الخرطيم او التانك الداخلي. نظف الفلاتر بالهواء عشان تضمن تبريد كويس وما يحصلش ارتفاع درجه الحراره في الشيلر او انسداد في الخراطيم. رقم 3، كمبروسر الهواء، وهنا اقصد كمبروسر الحلزوني الخاص بماكينات الفايبر ليزر. هتعمل ايه؟ هتفتح صمام التخزين اللي موجود تحت في التانك بحيث ان هو يصرف اي زيوت او ميه متجمعه عشان تضمن هواء كويس رايح للماكينه. الروتين البسيط ده هو اللي بيخلي الماكينه ترد لك الجميل، اداء وسرعه وجوده قطع ملهاش مثيل. تابع معانا الفيديوهات الجايه عشان نكمل باقي الاسرار.